السؤال ده حلو جدا. ناس تشرب فنجان القهوه ويقول لك انا فايق وزي الفل وهقعد، ويقعد فتره طويله فعلا فايق. في ناس تانية تاثيرها بيستمرش اكتر من ساعتين ل4 ساعات. في ناس ثالثه تشرب فنجان القهوه وتدخل تنام. فايه العوامل اللي بتفرق؟ عندنا عوامل كتيره جدا في الموضوع ده. الناس كلها نظرتها للقهوه ان هي كميه الكافيين اللي موجوده في الفنجان، فعندنا شويه حاجات بتحكم هل الكافيين ده يشتغل عندي ولا لا. اول حاجه راجل ولا ست. عاده الستات حساسيتها للكافيين اعلى من الرجاله بقى، وبالتالي الفوقان عندهم ممكن يكون احسن مننا شويه. رقم 2، انا رفيع ولا مليان. كل ما اكون رفيع اكتر كل ما يكون تاثير الكافيين عندي اعلى، وبالتالي احس بالتاثير بتاعه اكتر. حتى الناس دي ممكن تكون موضوع زياده ضربات القلب عندهم يحسوها اكتر شويه. رقم 3 بقى، ودي النقطه المهمه قوي، ان احنا قدره الجسم على التخلص من الكافيين. عندنا في انزيم موجود عندي جوه الليفر او في الكبد عندي مسؤول عن التخلص من الكافيين. قدره الانزيم ده على التخلص بتختلف من شخص لشخص. في ناس بنسميهم الفاست ميتابولايزرز، دول عندهم الانزيمز دي شغاله كويس قوي، فبتاخد الكافيين تكسره بسرعه، فلما تكسره بسرعه في خلال 2 ل3 ساعات التاثير بتاعه. وعندنا في ناس بنسميهم السلو ميتابولايزرز، دول بيتخلصوا من الكافيين ببطء، وبالتالي يفضل متراكم عندهم فيديهم احساس الفوقان واحساس التركيز دي فتره اطول. اخر حاجه بقى طريقه تحضير القهوه، هل انا اعملها بقى مركزه الاسبريسو وغيرها، ولا انا اعملها دايليوتد على شكل الكابوتشينو او غيرها. كل ما تكون كونسنتريتد كل ما يكون الكميه اللي داخله عندي اكتر. بس خليك فاكر موضوع الميتابوليزم او التخلص من الكافيين، ان في ناس بتتخلص منه بسرعه وناس بتتخلص منه بشكل ابطا، ودي من ضمن العوامل المهمه في تاثير القهوه. وافتكر دايما ان صحتك اهم.